بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا امبارح انا عملت فيديو شرحت فيه النتائج وللنسخ السابقه لكاس الافريقيه، وشرحت فيه الارقام. وفي ناس كتير كلمتني وناس هاجمتني وناس قالت المفروض نتفائل، لكن احنا بنتكلم مش بالخزعبلات والسحر والحاجات الغريبه دي. شنطه عادل امام بتاعت فيلم المولد اللي فيها المليون جنيه اللي هتنزل، مفيش الكلام ده. احنا حاليا كره القدم بقت علم يدرس. امبارح طبعا المباراه اللي احنا كنا بنلعبها، احنا قلنا ان احنا مركزنا 35 عالميا والثالث على مستوى افريقيا، بتلاعب ال 135 على العالم وال 36 على مستوى افريقيا. زيمبابوي امبارح عملت تكتل دفاعي. سيادتك يا كابتن حسام واقف طول المباراه، يعني انت بتعمل الاخطاء الشائعه اللي احنا بنقول للمدربين ما تعملوهاش. انت بتذيع المباراه. طب انت بتقول لهم ايه؟ يعني انا عايز افهم انت بتقول لهم ايه؟ اذا كان مفيش ولا جمله تكتيكيه اتعملت، ولا جمله اللعيبه حافظاها تعملها، كلها اجتهادات فرديه. يا راجل ده الضربه الركنيه كلها واحده واحده واحده، وطلع المساكين ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد. تاني حاجه، في نقطه يا كابتن حسام، مفيش حد بيلعب في قلبين الدفاع قبل بطوله. امال سيادتك كنت بتعمل الماتشات الوديه ليه؟ انت عارف ان سيادتك فايده الماتشات الوديه ايه؟ ان انت تثبت التشكيل. اديني بغششك اهو، تثبت التشكيل وتشوف مين اللعيب الاصلح لكل مركز طبقا لمجريات واحتياجات كل مباراه. قلب الدفاع ده ما بيتغيرش فيه الا نادرا، على اساس ان احنا بنقول بلغه الكوره اتنين يبقوا حافظين بعض، مين اللي هيقابل مين اللي هيعمل العمق، يبقوا فاهمين بعض. انت جاي تغير الاثنين وتنزل حسام عبد المجيد اللي ما لعبش مع ياسر ابراهيم قبل كده، وياسر ابراهيم كان بعيد، قصه غريبه جدا جدا. وبعدين سيادتك لعبت بياسر ابراهيم ولعبت بحسام عبد المجيد، جنبهم محمد حمدي وجنبهم محمد هاني، وفي قلب الملعب بتلعب بمروان عطيه وبتلعب بحمدي فتحي. الاثنين بتوع نص الملعب سيادتك انت عملت كده عشان تمسك نص الملعب. الاثنين عندهم الواجب الدفاعي، عندهم اي نعم مروان بيعمل الكور الطويله، لكن لازم يكون فيهم، احنا منتخب مصر يكون فيهم واحد عنده الاختراق وعنده ان هو يزيد. انت منتخب مصر لان انت بتلعب قدام بمين؟ تريزيجيه، محمد حمدي، وبتلعب بمحمد صلاح وعمر مرموش. انت عايز ايه تاني؟ يعني انت عايز ايه تاني؟ انا مش فاهم. مفيش جمله اتعملت، مفيش جمله واحده اتعملت. جا فيك الجون سيادتك طلعت امام عاشور، اثر نفسي على امام عاشور عالي. طب سيادتك اما انت عارف طبقا للي اتقال ان امام عاشور ما كانش فايق، راجع من الاصابه، بدات بيه ليه؟ بدات بيه ليه؟ انت عملت مشكله كبيره جدا. اولا ده لعيب بحجم اللعيب ده اما يطلع في الدقيقه 30 دي مشكله نفسيه. هو الراجل ما ابداش اي رد فعل وطلع باسلوب احترافي، اوكي، لكن انت بدات بيه ليه؟ اما انت عارف ان هو مش هيكمل، اما انت عارف ان هو مش جاهز، بدات بيه ليه؟ وبعد كده غيرت طبعا، نزلت ابراهيم عادل ونزلت زيزو وبدات تعمل. يعني انت ربنا سترها معاك امبارح، كلها اجتهادات فرديه من اللعيبه، كلها اجتهادات فرديه. تريزيجيه طلع ومحمد حمدي طلع ونزل زيزو ونزل ابراهيم عادل. امال انت كنت بتعمل ماتشات الوديه ليه؟ اجتهادات فرديه. فين الجمل؟ فين التمرين اللي ساعتها كنت بتعملها؟ التدريبات اللي حضرتك كنت بتعملها، التدريبات التكتيكيه، الجمل اللي بتحفظها للعيبه. اللعيبه اللي انت جايبها دي لعيبه منتخبات ولاعيبه محترفه ولاعيبه في فرقها لعيبه عاليه، يعني كل واحد فيهم ممكن يبقى مدرب ويعمل اللي حضرتك بتعمله. فين الجمل والتريكات اللي هو الباك اليمين هيطلع هيعمل اوفرلاب لنص الملعب في نفس اللحظه الهاف هيجري، هيجي بعد كده محمد صلاح يقطع عشان يفضوا له مساحه. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ عشان الناس اللي هاجمتني بس، ادي المباراه كانت قدام. احنا نتمنى ان منتخب مصر يصعد، لكن بالشكل ده وبالمعطيات دي وبالاداره والتخطيط انت معلش معذور. ما انت عندك منظومه فيها مدير فني للاتحاد مش مقتنع بحاجه اسمها تحليل اداء، مش مقتنع بتحليلات الاداء. طب انت عايز القماشه تطلع ايه؟ يعني القماشه هتطلع ايه في الاخر؟ فانا بقول ربنا يستر في اللي جاي، وربنا يستر في المباراه القادمه مع جنوب افريقيا. هفضل على نفس مبدئي، على نفس مبدئي. سيناريو من الثلاثه هيتم، يا هنبقى تاني المجموعه، تاني المجموعه بالعراك، يا هنبقى من احسن اربع توالت، يا اما مش هنصعد. يعني حته ان انت اول المجموعه والكلام ده او تطلع تاني المجموعه بسهوله، لا. طبعا سيادتك تاني المجموعه هتقابل كده المغرب في السكه، تاكد. فانا مصمم على نفس كلامي،
ولو انا الكلام ده ما تمش، لو مصر خدت البطوله، انا اتمنى وبدعي ربنا ان مصر تاخد البطوله. لكن زي ما انا قلت، الشكل العام ده لا يوحي ان فرقه تاخد البطوله. الشكل العام في الاداره والتخطيط بتاع اتحاد الكوره لا يوحي ان احنا ممكن ناخد البطوله، لان احنا لو خدنا البطوله هنبقى مثال لكل الانديه ولكل الدول ان الناس اللي ما خططتش، والناس اللي عندها مشاكل، والناس اللي عندها ام احمد زعلانه من ام محمود، وفلان خاطب فلانه، وفلان زعلان من فلان، نجحوا وخدوا بطوله، فنبقى احنا مثال كل الناس بقى تعمل زينا. ده مش هيحصل. مصر لو خدت البطوله، وانا بتحدى، انا هبطل كوره. هجيب عربيه حرنكش كده واسرح بيها واقول تعالوا اشتروا حرنكه. هبطل كوره حقيقي. يبقى انتوا بقى صح، يا راجل يا طيب. ده انا لو جبت، يعني اقول ايه، لو جبت الكابتن سمير عبد الكريم، ومعاه الكابتن هشام اشرف البرازيلي، ومعاه الكابتن مصطفى ناجي، ومعاه اداري الكابتن عمر عقل، هيعملوا نتائج احسن من كده. لو جبت احمد خالد ميدو هيعمل نتائج احسن من كده. لو جبت خالد مجدي هيعمل نتائج. لو جبت سعيد البولتي اقسم بالله هيعمل نتائج احسن من كده، وهيعمل منظر للفرقه احسن من كده. لو جبت ايهاب اينو واسلام كاريكا وعملوا جهاز هيعملوا نتائج احسن من كده. انت بتتكلم في ايه يا عم؟ انت بتتكلم في ايه؟ يعني انت ايه الشكل العام ده؟ دي منتخب مصر؟ دي مصر اللي بتلعب؟ يعني لو واحد زي ما الكابتن محمود بكر قال قبل كده بيشرب سيجاره في البلكونه وراجع عشان يعرف مين اللي بيلعب، هيرجع هيلاقي لابسين احمد. ده مش منتخب مصر. ده مش منتخب مصر اللي احنا متعودين عليه، ان عندهم روح. ده اللعيبه مش بتاخد الكوره، اللعيب مش عارف يعمل ايه. اجتهادات فرديه. وبعدين الاجتهادات الفرديه تمشي مع الانديه، لكن ما تمشيش مع المنتخبات، لان كل لعيب بيلعب في نادي، فهو مش عارف رد فعل اللاعب التاني ايه، مش عارف هيتحرك ازاي، مش متعود عليه. كلها اجتهادات فرديه، وكلها العب الكورنر وعلي وزي ما تيجي، واحدف الكره وزي ما تيجي، وياسر ابراهيم يحط دماغه هو وحسام عبد المجيد وزي ما تيجي، شالها من تحت شالها من فوق، وارجع يا جدع وحلق. ومروان عطيه امبارح بيحلق وطلع على طول. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ الكره عماله تتحرك من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا. فين بقى الجمله؟ فين التركه اللي هتتعمل؟ فين شكل منتخب مصر؟ انا مش عارف. ربنا يستر، وان شاء الله خير. ان شاء الله مصر تاخد البطوله، عشان انا اسرح بعربيه حرنكش. وبالتوفيق ان شاء الله منتخب مصر، ونشوف المباراه القادمه ايه اللي هيتم فيها. كان معاكم دكتور محمد المصري.